السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن ايه العربيات اللي ممكن تشتريها تحت المليون جنيه. ابرز العربيات اللي موجوده عندنا في الفئه دي هي نيسان صاني والباي كيو 5 بلس والام جي 5 والام جي زد اس والفيات تيبو ورينو تاليانت والجيلي الاميجرانت ونسان سنترا واكسنت ار بي والانترا اتش دي والانترا اي دي وسو ايست اس 05 وشيري تيجو 3 وتيجو 4 برو. وعلى فكره لازم تبقى عارف ان انا عندي حاليا في البيت الانترا الاتش دي ال 2020 اللي هي التجميع المصري اللي هي اعلى فئه، وبرده الانترا الاي دي ال 2025 التجميع المصري اللي هي برده الاعلى فئه. وبرده امتلكت قبل كده اللي هي التيجو 3 فيها نفس الفتيس والموتور تقريبا بتوع التيجو 3 اللي موجوده حاليا، هي كانت ال 2020. وبرده امتلكت قبل كده الرينو داستر، هي برده فيها نفس الفتيس بتاع الرينو تاليانت، وكمان يعتبر الرينو ميجان الجديد. فخلينا نتكلم عن العربيات دي وبقيه العربيات اللي انا قلت لك عليها في اول الفيديو ونشوف انا هرشحها لك ولا لا. طيب في البدايه كده خليني الخص لك قصه الاس يو في في يعتبر جملتين. مبدئيا كده بالنسبه للعربيه الشيري تيجو 3 والتيجو 4 برو انا ما رشحهم لكش. ليه؟ هو الفتيس السي في تي بتاعهم ما عملش معانا مشاكل، ما عطلش، ولكن هو بيتغير، كان الزيت بتاعه فيه رايش. وبرده راجع فيديو السي في تي ليه انا ما رشحهولكش في الفئه السعريه دي. ده غير طبعا ان كان في مشاكل في العفشه والاتزان بتاع العربيه ما كانش احسن حاجه. طبعا شعور التسارع في العربيات دي مش مناسب خالص، فزي ما قلت لك كده انا ما رشحهولكش. برضو بالنسبه للعربيه الام جي زد اس الجديده بقت بتنزل بفتيس سي في تي، برضو انا ما رشحهولكش. الفتيس ده مش خالي من المشاكل ومشاكله كتير على كيلومتر عالي، وانا شايف ان توفيره للبنزين ما يستاهلش ان انت تشتريه، ومش اعتمادي ابدا في الصيانه خالص. وهتضطر ان انت تتعامل مع التوكيل، وفي توكيلات بتغير له زيت وتوكيلات لا، فانت غنى عن القصه. حتى نفس الفتيس ده عمل معايا في الداستر مشاكل كبيره جدا، كان في نتشه كبيره قوي ما بين ال70 وال90 كمان، وحتى كنت مغير له زيت فتيس. فلازم ان انت تاخد بالك من الفتايس دي، لو انت ما اهتمتش بالصيانه بتاعتها هتقرفك، واسعارها بتبقى عاليه جدا. تمام، فخد بالك ان مثلا الفتيس بتاع الداستر بيقولوا لي في التوكيل ثمنه 400 وشويه الف. هتاخد بالك من النقطه دي، ان انت في غنى خالص عن الفتايس دي، وما تشتريش عربيه فيها سي في تي. عشان بس انا شايف ان في ناس بترشح عربيات كتيره فيها الفتايس السي في تي. فمبدئيا كده مفيش عربيه اس يو في تتشرى تحت المليون جنيه في السوق المصري غير السو ايست الاس 05. هل هي من غير عيوب؟ لا طبعا. لازم تبقى عارف ان الموتور ال 1500 تربو بتاعها مش هيديك اي اداء افضل من المواتير مثلا ال 1600 اللي هتلاقيها في الانترا الاي دي. مثلا على سبيل المثال، لا، هتلاقي الانترا الاي دي بموتور 1600 ان اي يعتبر انشط من العربيه السو ايست الاس 05. ده راجع لايه؟ لان ارقام العربيات الصيني ما بتبقاش اكتر حاجه اكيوريت، وكمان العربيه تقيله. لازم تبقى عارف ان اتزان العربيه دي مش هيبقى احسن حاجه، الفتيس بتاعها نقلاته مش هتبقى انعم حاجه في الدنيا، هو مفيش منه اي مشاكل جسريه. ولكن دي العربيه الوحيده اكتر عربيه اعتماديه وقيمه مقابل سعر في العربيات دي كلها. هتقولي ما انتشرتش والموتور والفتيس بتاعها مش منتشرين وبتاع، هقولك ان هي مع وكيل منصور والانتشار بتاعها بقى كبير، عربيات سو ايست بقت بتنتشر. ده غير ان هي نفس العربيه بتاعت شيري من جوه. تمام، فهي خارجه من مصنع شيري. الموتور والفتيس ده معمول في يعني عشرات العربيات، موجود في عربيات كتيره قوي. وان العربيه بطبيعتها لما بتنتشر بتجيب الرجل ليها، وبتلاقي الناس بدأت تجيب لها قطع غيار. فغير كمان العرض بتاع الصيانة المجانية والضمان اللي هو ال6 سنين، وكمان ضمان المليون كيلو على الموتور والفتيس. فانت دي ميزة كبيرة لو صيانات التوكيل او التوكيل جنبك، فانا شايف ان دي يعني عربية في الجون بالنسبة لك. نيجي بقى للعربيات السيدان. طيب بالنسبة للعربيات السيدان، ومحدش يزعل مني، عندي ال 700 ألف جنيه مفيش غير عربية واحدة بس في السوق المصري اللي تشتريها، هي النيسان صاني. طب ايه يا عم، انا هشتري النيسان صاني في الوقت ده؟ هتشتري النيسان صاني، العربية دي ناجحة واكتر عربية بتبيع في مصر، وبقى فيها تراكشن كنترول. فالعربيه دلوقتي بتقدم لك قيمه مقابل سعر ممتازه. هي كنزايه وبتطبق، والعربيه مش هتديك كل حاجه، مش هتديك كل الاوبشنز، ولكن زي ما هي بتطبق بتتفرد برضو بنفس السرعه يعني. والخبطات اللي بتخش جوه الكابينه قليله ما دام انت ماشي على السرعات القانونيه. انت مش هتجيب نيسان صاني وتجري بيها مثلا 160 و170 ولا تاخد بيها غرز.
دي عربية مدينة، عربية لو انت عايز تشتغل بيها في النقل الذكي هتشتغل معاك من غير قرف. قطع غيارها ارخص قطع غيار يعتبر في العربيات الزيرو كلها، وبدون نقاش وبدون منافسة، فمفيش مقارنة خالص. العربية الصاني فعلا قطع غيارها رخيصة جدا، والعربية بتقدم مساحات واسعة، تكييف ممتاز. فهي الباكج اللي موجودة في الفئة السعرية دي. تعالى بقى للفئة اللي هي بتاعت 800 لحد 900 ألف. أنا العربية اللي هرشحها لك لا الإلانترا الاتش دي ولا الإلانترا الاي دي. العربيتين دول أرشحهم لك إمتى؟ لما تكون الاعتمادية عندك رقم واحد، وإن أنت مش هتصين في التوكيل. تمام. العربيه الالانترا الاتش دي بقت قديمه شويه، مش قيمه مقابل سعر انا شايفها الصراحه. والعربيه الالانترا الاي دي، طيب العربيه دي مبدئيا فيها موتور وفتيس اعتماديين. الفتيس بتاعها تورك كونفرتر، ما حصلش منه اي مشاكل خالص، والموتور بتاعها 1500 تنفس طبيعي، مفيش فيه اي تربو ولا فيه وجع دماغ. طيب العربيه لسه نازله، ما بلاهاش اي حاجه، العربيه ما بلاهاش سنه يعتبر، ولكن الانتشار بتاعها كبير، فبالطبيعه ان انت هتستنى شويه على اسعار قطع الغيار. ولكن العربيه مش مع توكيل قليل، بتقدم مميزات كبيره جدا. الاضاءه بتاعتها افضل من المنافسين بكتير، مستوى الثبات فيها افضل من المنافسين بكتير جدا، التكييف بتاعها كويس، الاوبشنز اللي موجوده فيها سواء العدادات سواء الشاشه بتاعتها متطوره وفي حته تانية بعيده عن العربيات دي. اقرب واحده ليها هي البايك اليو 5 بلس، ولكن انا ما رشحش البايك اليو 5 بلس لانها بفتيس سي في تي. محدش يزعل تاني، احنا في غنى عن تجربة السواقة دي والتجربة الاعتمادية دي. حتى لو هو يا عم هو بافتراض ان هو فتيس ما بيعملش مشاكل، انت في غنى عن تجربة السواقة دي، لان هي مش ممتعة بالمرة، مش مريحة بالمرة، وكمان مش بتوفر البنزين يعني مقارنة ببقية العربيات. فانا شايف ان العربية الجيل الإيميجرانت هي افضل عربية في الفئة دي تماما. طيب لو انت عايز عربية قطع غيارها متوفرة حاليا وما تتعبكش وتريح دماغك، وتشتري عربية بقى ايه مالكش دعوة، مش هتبص على الكماليات بتاعة الصيني ولا هي تفرق معاك ولا الكلام ده، انت يا دوبك عايز شاشة فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ومش فارقة معاك وايرلس ولا مهم ان هو يتوصل وخلاص، فهي العربية الالانترا الاي دي. العربية الالانترا الاي دي هتوفر لك الحاجات دي. ولكن مثلا علشان تاخد كراسي جلد، او علشان تاخد الاضاءه الليد او الكومفورت اكسس او الكلام ده، الفئه دي سعرها مش قيمه مقابل سعر بالمره. شوف العربيه دي عندي في البيت اهو، بقول لك ان هي مش قيمه مقابل سعر. طيب العربيه اللي هي الفئه الثانيه ماشي، انا شايفها سعرها كويس جدا في حاله ان انت هتجيب عربيه يا تشتغل بيها في النقل الذكي، عايز تشتغل بيها بقى تبقى في عربيه كومفورت فيها، وعربيه في نفس الوقت تكون صيانتها موجوده ولكن مش ارخص حاجه. تمام. عايز عربيه ان هي تتخبط منك وما تزعلش عليها والكلام ده، هتروح للإلانترا الاتش دي. تمام. هي موتور بتكنولوجيا اقدم واعتماديه برضو، ولكن طبعا العربيتين دول يعني خاصه الاتش دي مالهمش في الجري قوي. طبعا العربيه الالانترا الاتش دي انا اشوف العفشه بتاعتها بقت افضل شويه، ولكن العربيتين ما يتجابوش مثلا من غير ABS. العربيتين دول مش مناسبين اكتر حاجه للجري الكلام ده، علشان تبقى واخد بالك الاي دي تستحمل جري لسرعات عاليه اللي هي اخرك 150 يعني 140 اخرك. تمام. وما تغيرش حارات عكس بعض والكلام ده. فتاني طبعا، لكن العربيه الفئات دي كلها مش منتظر منها الكلام ده. فانا شايف ان دي ابرز العربيات اللي موجوده عندنا. طبعا العربيه التيبو انا مش هرشح لك عربيه مانيوال في الفئه السعريه دي، وزي ما قلت لك التالينت الفتيس بتاعها مش احسن حاجه، ولا البايك اليو 5 بلس، يعتبر الاثنين بالنسبه لي نفس العربيه، يعني نفس البراكت يعني. وزي ما قلت لك العربيه لو انت عايز افضل كماليات وافضل صالون واوسع مساحات وافضل شكل كمان، على فكره العربيه الجيل الإيميجرانت انا شايف ان اضاءتها كويسه جدا. العربيه شكلها من بره ما يوحيش بالصيني، مفيش فيه ابيوز للنواكل والكلام ده، فانا شايف ان هي شكلها محترم، حتى الليد بار شكله محترم. كمان الشنطه بتاعتها، يعني الشنطه بتاعت العربيات الهاينداي شنطه ما يعتمدش عليها خالص. تمام. الشنطه بتاعت العربيه الاي دي مثلا 400 لتر، لكن الشنطه بتاعت الجيل الإيميجرانت 500 لتر، ففي فرق ملحوظ. طبعا العربيه الانترا الاي دي اوسع من جوه،
عشان تبقى واخد بالك. والشنطه بتتفتح مع الكراسي اللي جوه، ولكن في الفئه العاليه بس. لو جيت يعني حطيت دي جنب دي، لا انا شايف ان الجيلي قيمه مقابل سعر افضل، لان هي ارخص. والعربيه الالانترا تكسب في حاله ان انت هتجيب عربيه تشتغل بيها. وكمان لو اهم حاجه عندك الاداء، العربيه فعلا الالانترا الاي دي انشط شويه من العربيه الجيلي الاميجراند على الطرق السريعه. يعني الموتور بتاع الالانترا الاي دي ده لما بتزنقه في الاخر خالص، يعني عند بعد ال6 RPM، بتحس ان العربيه يعني المكنه فيها روح شويه، ولكن يعني مش هتلاقي اداء يخطفك في العربيات دي كلها، بس مقبول. تمام. العربيه الجيلي الاميجراند مش ابعد شويه، ولكن هي افضل منها في الثبات، لان العربيه الجيلي الاميجراند فيها تراكشن كنترول. انا هحاول احط لكم اسعار الصيانات على الشاشه. طبعا ما فيش اسعار قطع غيار بالنسبه للعربيه الجيلي الاميجراند، زي ما قلت لكم عربيه جديده، فانت لو مش ناوي تخاطر هتروح للالانترا وتريح دماغك. طيب الناس بقى اللي بتقارن الاس يو في بالسيدان، يعني مثلا نحط السو ايست الاس 05 جنب الجيل الاميجراند والالانترا الاي دي، هم دول ابرز 3 عربيات في الفئه السعريه دي. طبعا هنخرج الصني لان هي فئه بعيده، يعني هي اوفر منهم ب 200,000 و 250,000. لكن الناس اللي بتقارن الاس يو في بالسيدان، اول نقطه لازم تبقى عارف ان العربيات دي ما بتحكش، عدا ان الالانترا الاي دي ممكن تحك لو حملتها على الاخر. تمام. او كل العربيات يعتبر يعني هتحك في المطبات اللي هي الغبيه، اللي هي الشعبيه، مش مهندس عاملها. فالمطب اللي هو بيبقى مصبوب اسمنت ده هتحك فيه لو انت محمل 5 في العربيه، لكن وخدته بغشامه كمان، لكن مش معظم المطبات هتحك فيها، فلازم تبقى عارف ده. فانا شايف ان الموضوع لو هو السبب الوحيد المطبات اللي هيخليك تروح للاس يو في، انا شايف ان هي ما تستاهلش. الاداء في العربيات السيدان هيبقى افضل بكتير من ناحيه الموتور، ومن ناحيه الثبات، ومن ناحيه كمان الاعتماديه. تمام. الاعتماديه بتاعه المواتير اللي هي مش تربو افضل بكتير من اي موتور تربو، علشان نبقى واضحين مع بعض. كمان الفتيس بتاع السو ايست هيبقى ديوال كلتش، هتحطه جنب تورك كونفرتر يمين شمال، التورك كونفرتر هيبقى اعتمادي اكتر. فدي كلها نقاط لازم تبقى واخد بالك منها. صالون مثلا الالانترا الاي دي اكبر بكتير قوي من الصالون بتاع السو ايست الاس 05 كراحه، يعني كقعده برحه. تمام. فعشان بس تبقى واخد بالك من النقاط دي. تاني، عايز اكبر شنطه الجيل الاميجراند. انا عمال اتنقل ما بين العربيات، بس يعني هتلاقيني في الاخر انا مصفصف على 4-5 عربيات انت تبص عليهم. طيب بالنسبه للرينو، لو انت يعني بتفكر تطلع للرينو الميجان او الرينو تالينت، ابعد عنهم تماما زي ما قلت لك، او النيسان سنترا. ال3 عربيات دول فيهم يعني فتيس قريب جدا من الرينو داستر اللي كانت معايا. انا شايف ان هو فتيس غير اعتمادي بالمره. تمام. ما ينفعش ان انا اروح في 2026 او 2025 واشتري عربيه بالتكنولوجيا دي. انا شايفها مش افضل قيمه مقابل سعر. وبس اتمنى كده اكون اديت لكم الترشيحات اللي في العربيات اللي تفيدكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب، والسلام عليكم.